السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حكاية الكورة مع عمر. عشان يا حضرتك كلمتين أبرك من 10. الفرق بينك وبين إمام عاشور كبير قوي. أنت بتقول إنك بتحب النادي الأهلي. أنت لو بتحب النادي الأهلي ما كنتش هربت. أنت خاين، أنت خنت، أنت سبت الفريق وهو محتاج لك. أنت خرجت بره الفريق واتأمرت عليه. أنت خاين. إمام عيل صغير موجود في مكان موجود في زريبة، بيغرروا بيه وهيصوه ولعبوا في دماغه كده يتقوم، لكن الخيانة والخسة والندالة ما بتتقومش. انت خنت. الفرق كبير قوي. في غلطة نسامح فيها وغلطة صعب السماح فيها. ده حتى ربنا سبحانه وتعالى عقوبة السارق غير الزاني، كل حاجة وليها عقوبتها. في حاجات فيها سماح وحاجات لا. انت خاين بس. انت خنت النادي اللي كلت فيه وتربيت وكبرت وعمل اسم حسام الحضري. مش هتكلم اكتر من كده. ده الفرق بينك وبين امام عاشور. امام عيل غلط واعتذر، ومش ابني مشتريه محترف جايبه. انما انت بقى اللي عشت وكلت وشربت. مش هتكلم تاني. طيب، موضوع ابراهيم القاضي اللعيب بتاع حرس الحدود. بصوا يا جماعه، الموضوع ببساطه الولد ده 100% يعني بيقولوا زملكاويه ومسؤول. اول حاجه حاول يعملها في الماتش، حاول يستفز كهربا. راح بيعمل له كده، انت حاجه صغيره قليله. كهربا ما استجابش معاه، راح زقه عشان كهربا يغلط وياخد ايقاف. فكر بليله، فكر بليله. شو يا جماعه؟ وفي نهايه الماتش بيشاور لنا على الجزمه، فكر بليله. فما تشوفوش برضه كتير بالقصص دي. هو الشياط عالي بس شويه عندهم، فمش عايزين نشغل بالنا. خلينا ماشيين في طريقنا، احنا ماشيين صح. طيب، المرغني بقى عمال يولول على الفيس والمبادئ والقيم. يا استاذ يا كابتن احمد يا مرغني، شيكابالا الاسطوره بتاعكم رفع الجزمه في وشكم. رمضان صبحي اللي جريتوا وراه من مشوار ويفلكوا على الكوره وتف عليكم. هي قصه مش قصه قيم ومبادئ، هي قصه ان انت محروق ان الواد راح الاهلي. دي الفكره كلها. طب ما اتحرقتش ليه كده لما بيراميدز خد منكم سيف جعفر ويوسف عثمان نبيه اللي ابهاتهم نجوم في نادي الزمالك؟ ما اتحمقتش ليه كده؟ عشان هو كذب مكيالين. نغمه الاهلي بيفرغ اللعيبه من الانديه من اللعيبه، نغمه كدابه خصوصا في العصر ده. انتوا تعرفوا ان وجود بيراميدز على الساحه دي فايده للاهلي. ليه بقى؟ وجود بيراميدز بيفلتر للاهلي مين اللي بيجي الاهلي عشان بيحب الاهلي ومين اللي بيحب الفلوس. امام كان قدامه بيراميدز وفلوس اعلى وكتير، هو عايز الاهلي. وجود بيراميدز مصلحه كبيره جدا للنادي الاهلي، بيفلتر له الدنيا، بيقول له مين عايز الاهلي ومين عايز الفلوس. ففكوكوا بقى من حته ايه الاهلي بيفرغ اللعيبه، اللي عايز يجي الاهلي بيجي الاهلي. مش انا اللي مشيت يوسف اسامه نبيه، مش انا اللي مشيت سياسي، مش انا اللي مشيت سيف جعفر، مش انا اللي مشيت بن شرقي، مش انا اللي مشيت امام عاشور ولسه بيفتحوا وزيزو. انت مش انا. ونقطه مهمه قوي، هو النهارده اللعيبه دي كانت عندك في النادي، عملت بيها ايه؟ عندك جواهر بتطفيها. النادي الاهلي بقى بياخد اللعيبه بيلمعها، بياخد بافريقيا، يروح بكاس عالم، دوري، كاس، سوبر افريقي. طب ما انا لو شغال في مكان مش قد كده وجات لي شركه زي الاهلي ده هروح. انت بتعمل ايه؟ ما هي نفس اللعيبه اللي تبقى عندك بتعمل بيهم ايه؟ يا جماعه الموضوع منظومه اداريه كامله متكامله. الموضوع مش عافيه ومش دراع ومش ولا على النت. بالله عليكم والنبي عشان بس الواحد مراته اتفقعت. شوفوا مشاكلكم الاول، فكروا في مشاكلكم وبعد كده فكروا في مشاكل غيركم. ركزوا في نادي الزمالك قيم ومبادئ ايه؟ طب النهارده لما اخد جيزو منك ولا احمد فتوح، امام مبادئ شتمني، طب وجيزو وفتوح قبل ما تشوف انا ليه باخد الناس دي؟ شوف الناس دي بتبيعك ليه وبتمشي. انا مالي وبمشي من عندك.
لعيبه السوق. هي مش الكوره احتراف؟ مش انتوا اصحاب لما جه رمضان صبحي راح بيراميدز قلتوا يا جماعه احتراف، يا جماعه احتراف، ولا هو غفور رحيم ليكوا شيلوا العقاب للاهلي يعني؟ احتراف برضه يا جماعه. كل واحد يشوف عايز يروح فين ويروح. اللعيب كان عندك ما حافظتش عليه، شكرا. تتكلموا قيم ومبادئ، قيم ومبادئ ايه؟ ومقتضى لما مضى عبد الله السعيد واحمد فتحي والبنت بنت هناء حمزه، انت اللي بدات استحمل. مش ده الاحتراف؟ بتوع الاحتراف، ده الاحتراف. فيا ريت يعني ايه تهدوا شويه كده وهدوا الشياط، هدوا الشياط شويه. الاهلي هياخد امام عاشور، وخد امام عاشور عشان يعمل نجم للكره المصريه. ده النادي اللي هيصنع نجم فعلا. مش تقول لي اصل الاهلي بيخطف اللعيبه، يخطف لعيبه ايه؟ ما هو كده عندكم، ما حافظتوش عليه ليه؟ امام عاشور ده مش كده عندكم؟ انتوا اللي فرطتوا مش انا. قدامي لعيب مستوى جيد خدته. مش عايزين نعيد الكلام تاني بقى، وسيبهم بقى هم في الوش بتاعهم ده. الاهلي خد امام، قيم، مبادئ، قيم، الافلام الحمضانه بتاعتهم دي. بس شكرا، والى اللقاء في حلقه قادمه.